انا كتير قوي قلت لكم يا مسهل عليا ولا يا مسهل عليا ده. اسهل حاجه عندي يعني ان انا اعمل مكرونه بالبشاميل. يعني مع انها بتطلع مواعين كتير بس بحسها كده ان هي اسهل اكله بالنسبه لي، بحب ان انا اعملها يعني. اول حاجه كده عملتها، جبت الطاسه الجميله بتاعتي. اي نعم هي اتحرقت في الاخر بس مش مشكله، مش الطاسه، لا المكرونه ذات نفسها. هحط كده شويه من السمنه علشان اعمل العصاج. طبعا العصاج زي ما احنا عارفين ليه طرق كتير جدا، انك تحطي اللحمه الاول بعد كده البصل، انك تحطي البصل الاول زي ما انا بعمل كده وتشوحيها شويه حلوه، يا اما مجرد تتبيله كده بسيطه بعد كده تنزلي باللحمه، يا اما في ناس بتحط الاتنين على بعض واديله ادي. يا مكتر الطرق، بس عامه يعني الطريقه دي بيبقى احسن طريقه ليها. ان البصل كده بيكون طعم حدية البصل القوية بتكون راحت مع التشويح الطويل شوية، وكمان بيكون اخد لون كده، مش بيبقى ابيض صريح او احمر صريح. وبعد كده لما بننزل بقى باللحمة بتبقى الدنيا كده حلوة يعني. بصوا اللون، لون البصل بقى تحفة. طبعا ضربت طماطم في الكبة، قطعتها يعني يعتبر دي متقطعة، حتى ما زودتلهاش مية خالص. هنا بقى كان العصاج اخد لون كده حلو، فبقى ايه هبدأ ان انا اقلبه كده شوية صغننة كمان، وهنزل عليه بالطماطم اللي مش راضية تنزل. فهنجيب المعلقة التحفة بتاعتنا الحمرا دي وننزل بيه. المقصد هنا من الطماطم انها تكون متقطعة علشان تزود الكمية، فلازم كده نبقى ناصحين. المكرونة بالبشاميل حلاوتها ان اي كمية لحمة مفرومة هتعمل لك صينية حلوة وهتطلع طعمها تحفة قوي. مفيش حد هيصدق ان كمية اللحمة صغيرة ايا كان ايه، مش عارفة ايه، فهي حلوة. هنعمل بقى هنا البشاميل بتاعي اللي انا بحب اعمله ده. طبعا جبت كيس لبن ده وكيس لبن عادي اللي هو بتاع اللبان ده مش يعتبر كيلو لبن، ده كيلو لبن، وزودته كمان شويه من الميه. وهنا كانت كمان العصاج اتشرب كده وبقى حلو. حطيت طبعا البشاميل دقيق واسمه ايه، وسكر، لا سكر ايه اللي انا بقوله ده، دقيق ونشا ومرقه ماجي والسيكه كده صغننه من ورق اللورا المطحون وملح وفلفل اسود، بس كده. تقدري كمان تحطي شويه من السمنه او الزبده عادي، انا بعمله كده بصراحه، بستكفي بالدهون اللي نزلتها اللحمه المفرومه واللي محطوط لها كمان. فهبشر كده شويه من جوز الطيب. خلاص كده بشرناهم وطفينا النار. بصوا بقى حلو كده وكريمي وتحفه. هنا بقى ايه، هبدا بقى ايه ان انا اطبق. انا هنا النهارده خدني الوقت قوي 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 قوي، علشان كده اتحرقت مني ان انا استعجلت عليها وولعت عليها الشوايه. فضلت اقول لا لسه بدري، لا لسه بدري، فضلت اتمخطر كده وفي الاخر الوقت سرقني. حطيت كده شويه من البشاميل، ما شاء الله البشاميل كان كتير، فاحنا بنحبها كده بقى يعني. انا كده يعتبر كل واحد شرب له كوبايتين لبن كده ولا حاجه. حطيت بقى كده العصاج، ما شاء الله كميه هي حلوه، لان احنا حاطين صلصه وحاطين صلصه طماطم وحاطين طماطم متقطعه والبصل بقى ومش عارف ايه. حط بقى كده بقيه المكرونه، دول كيسين من المكرونه، كيسين تقريبا 300 مش عارفه كام جرام يعني. فهم حلوه كده تبقى الصينيه كده عاليه كده ومحترمه. انا عايزه اسرق لي كام صينيه من عند ابويا كده يكونوا عاليين وحلوين، لان انا كل الصواني عندي مقزعره كده. هنا بقى كنت انا غطيتها وما حطيتش البشاميل. هنا بقى لما فضلت اتملكع قلت ده لسه بدري، فغطيتها كده. ما شاء الله المكرونه ولا نشفت ولا اي حاجه، بالعكس رطبت كده وبقت حلوه كده. كانت فكره حلوه قوي ان انا عملتها دي. كنت انا الاول كنت بغطيها بصينيه، بس ايه بعد كده لا يا بنت فكري كده، رحت عملتها كده. كانت حلوه قوي الفكره دي. فحطيت كده كل البشاميل. بصوا ما شاء الله ما شاء الله البشاميل كان كتير ومبيد كده وحلو. لا 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 متكلفه يعني. فالحمد لله ربنا يا رب يدوم علينا النعمه. حطيته بقى كده، بص اللي هو بص ما سبتش حاجه في الحله. وهنا بقى ايه كنت ايه فضلت اتملكع شويه، بعد كده حطيتها في النار. فانا بقى هنا اتلسعت كده مني، وتحسوها كده ان هي لسه ما استوتش، بس هي حلوه يعني، حلوه شغاله، احنا بنحبها كده. فدي اخرت اللي ت... تسهى.